أكبر غلطة كديرها في حياتك هي أنك كتعلن على أحلامك قبل ما تولي واقع، ومن بعد كتستغرب علاش الطريق ولا ثقيل، علاش الحماس نقص. الحقيقة النفسية اللي قليل اللي كيعرفها هي أن العقل ديالك ملي كيهضر على الهدف كيحس بحال إلا حققه. كتحكي الخطة بالتفاصيل، كتشرح المشروع للناس، وكتقول فين ناوي توصل. كتاخذ واحد الإحساس داخلي بالرضا غير حيت شاركتي الفكرة، ولكن في الواقع ما تبدل والو. باش نفهمو اكثر نعطيو امثله. واحد قال لعائلته غادي نبدا مشروع جديد، واحد قال لي السوق صعيب، واحد قال راه مخاطره، واحد قال فلان فشل. قبل ما يبدا تجمع فيه الخوف وسد الباب بيديه، ما بقى قادر يزيد ولا يتراجع. واحد اخر بدا يتمرن، كل نهار كيصور ستوري، صور البدايه وبقى كل مره يصور ستوري، ومنين حبس يتمرن اسبوع حس بالاحراج باش يرجع وقطع نهائيا. علاش؟ حيت ولا خدام قدام الناس ماشي قدام الهدف ديالو. وكاين حاجه اخرى خاصك تعرفها، ماشي كل من كيسمع ليك كيتمنى لك الخير. كاين اللي غير باغي يعرف فين وصلتي باش يقارن براسو، وكاين اللي داخليا ما مرتاحش يشوفك احسن منه. النجاح كيحتاج الهدوء، كيحتاج التركيز، وكيحتاج مراحل مخفيه. بحال الزرع كيكبر تحت الارض قبل ما يبان. إلا بقيتي كل نهار تحفر عليه باش تشوف واش طلع غادي تقتلو بيديك. خلي بعض المشاريع سر بينك وبين راسك، ماشي كل فكرة خاصها إعلان. إلا سولوك قول كاين شي أفكار غادي نشوف، لكن بلا تفاصيل. خدم في الصمت حتى تشوف نتيجة حقيقية. راه ماشي كل مرحلة خاصها جمهور، وماشي كل حلم خاصو إعلان. إلا بغيتي حياتك تتحسن فعلا، تعلم تعيش بعض الفصول وحدك وخلي النتائج تهضر عليك. وفي الأخير ماشي أي واحد خاصو يعرف حلمك. خدم في الصوت وخلي النتائج تهضر عليك. إلا عجبك الموضوع نساهموا جميع في نشر الفيديو باش تعم الفائدة. إلى لقاء قريب والسلام عليكم.